كل شيء بهاي الدنيا وإله مقابل. كل شيء بهاي الدنيا احنا البشر تاخذ منه شيء ياخذ منك مقابل بدون اي نقاش. الوحيد اللي ينطي بدون مقابل الله سبحانه وتعالى. الوحيد اللي ينطيك وما يمن عليك وما يقول لك انطيتك كذا وكذا وكذا الله سبحانه وتعالى. مثال، انت رحت للطبيب، نسأل الله ان يشافيكم من كل مرض. رحت للطبيب في سبيل ان ترجع صحتك. رحت للطبيب كتب لك وصفة، الوصفة بها علاج كذا وكذا. رحت للصيدلية قال لك بالصيدلية انطيني الحساب، انطيت الحساب في سبيل صحتك. رحت للدكتور مثل سمعك ثقيل، اخذ من عندك الحساب وطاك علاج مال سمع او وطاك جهاز سماعة او دكتور ابو النظر، اي شيء مقابل. زين، هذن الاشياء الله سبحانه وتعالى من انطاك اياها، انطاك السمع، انطاك النظر، انطاك الصحة، انطاك العقل، انطاك من جسمك ملايين الخلايا بهذا جسمك. الله سبحانه وتعالى قال لك انطيني، قال لك انا انطيتك عقل انطيني بدون مقابل، انطيتك نظر انطيني مقابل، انطيتك سمع وكذا. الله سبحانه وتعالى ما قال لك انطيني مقابل، فقط البشر اللي يقول لك انطيني مقابل. دكتور أجنبي، هذا الدكتور حتى يعني القصة اللي رواه اللي إياها الشخص، هذا الدكتور حتى ما يحترف بالديانات، ما يحترف بالدين وما يحترف بالعقائد. فهذا الدكتور تمرض، دخل مستشفى، صار عنده يعني احتباس بالأنفاس، ما يتنفس. فهذا جابوا له أكسجين، بعض الأكسجين ما تأقلم وياه، يشتم الأكسجين بفلوس. دكتور مفكر صحيح، ما يعتنق الديانة، ما يؤمن بالعقائد، بس مفكر. فهذا رجعت لصحته، اعتنق الديانة المسلمة. هذا شاف رجع له وعيه، رجعوه إلى الأطباء بفلوس مقابل، اعتنق الديانة المسلمة. فيا أخوان، الله سبحانه وتعالى حتى هاي الصلاة اللي نصليها، هاي إنه الصلاة اللي تصليها راجعة إلك. الله سبحانه وتعالى فقط يريد يذكرك بإسلامك، يذكرك بعقيدتك، يذكرك بكيانك، بخلقك. الله سبحانه وتعالى ترى صلاتنا لا تضر ولا تنفع، فقط يريدنا ملتزمين